بعد العدوان الإسرائيلي على مصر وسوريا والأردن فيما عرف لاحقاً بحرب 5 جوان 1967 أو حرب 6 أيام كما يسميها البعض الآخر، اتصل الزعيم هواري بومدين بنظيره المصري جمال عبد الناصر هاتفياً عدة مرات وحثه على عدم الاستسلام ومواصلة القتال مهما كان الثمن. الرئيس المصري لم يخفي على بومدين الوضعية السيئة التي كانت عليها القوات المسلحة المصرية، فسلاح الطيران أبيد منذ الساعات الأولى لبداية الحرب، وليس للجيش المصري أي غطاء جوي يذكر، كما أن سلاح المدرعات قد أفنى عن بكرة أبيه في صحراء سيناء. أما الجهة الغربية للقناة فهي شبه فارغة من الوحدات القتالية، ولو اجتاز الجيش الإسرائيلي القناة فإنه سيحتل القاهرة بسهولة. ألح الرئيس بومدين على نظيره المصري بعدم الاستسلام، وحتى يرفع من معنوياته ومعنويات جيشه أمر الرئيس بومدين بتسليم 19 طائرة ميغ لمصر في نفس اليوم الذي كلم فيه عبد الناصر، وبعدها بيوم واحد أرسل له 15 طائرة ميغ أخرى، أي أن بومدين سلم كل الطائرات القتالية التي كان الجيش الوطني الشعبي يمتلكها في تلك الفترة، ولم يبق في الجزائر إلا طائرات التدريب. بعدها بمدة قصيرة جهز فيلق من الجيش وأرسله إلى الجهة المصرية لشد أزر الجيش المصري المنهزم، ثم طار مباشرة للقاهرة حيث التقى الرئيس عبد الناصر ليطلب منه قائمة بالاحتياجات العسكرية المصرية لإعادة بناء قواتها المسلحة. من القاهرة توجه الرئيس بومدين إلى العاصمة السورية دمشق حيث التقى بالرئيس السوري نور الدين الأتاسي، ومنه اتجه نحو بلغراد حيث التقى صديقه الرئيسي اليوغسلافي تيتو الذي قال لبومدين إن الروس قد تعودوا الحروب الدفاعية منذ زمن طويل، فهم شعب متخندق من الصعب جدا إخراجه للقتال، فمهمتك في موسكو لن تكون سهلة، وعليك أن تضع خلافاتك معهم جانبا وتفعل كل شيء لتقنع القادة السوفيات بأن هزيمة العرب في هذه الحرب هي هزيمة لهم ولأسلحتهم. من العاصمة اليوغسلافية بلغراد توجه الرئيس بومدين إلى العاصمة السوفيتية موسكو حيث خص باستقبال رسمي لكن بارد جدا برودة شتاء روسيا القطبية. لقد كانت القيادة السوفيتية لا تزال تعيب على العقيد بومدين أنه انقلب على أحد أكبر أصدقاء الاتحاد السوفيتي الرئيس الجزائري أحمد بن بلة الذي منحه الاتحاد السوفيتي أعلى أوسمتها وسام لينين. خلال المحادثات الرسمية لم يخفي الروس غضبهم من بومدين الذي انقلب على صديقهم بن بلة، كما قالوا لبومدين أن العرب لا يعرفون كيف يحاربون، وهم ليسوا محاربين أصلا، لأنهم كلما دخلوا في حرب مع إسرائيل يخرجون منها مهزومين شر هزيمة، كما أنهم ليسوا تجار سلاح يفتحون مخازنهم لكل من جاء طالبا للأسلحة. لم يفوت بومدين فرصة الرد على القادة الروس بقوة، حيث عقب على أقوالهم أن مسألة الإطاحة ببن بلة قضية داخلية لا تقبل الحكومة الجزائرية أي تدخل فيها من أي طرف كان. أما مسألة السلاح فعلى روسيا أن تفهم جيدا أن هزيمة الجيش المصري هزيمة للسلاح الروسي الذي فقد مصداقيته أمام نظيره الأمريكي، وعلى الروس أن يفهموا جيدا أنهم إذا لم يقفوا مع أصدقائهم العرب في هذه المحنة فإن الاتحاد السوفيتي سيخرج من العالم العربي من نفس الباب الذي دخل منها، وإذا لم تتدارك الموقف فإنها ستفقد موطئ قدم مهم في منطقة الشرق الأوسط يقصد مصر وسوريا، كما أنها ستخسر شمال إفريقيا أيضا يعني الجزائر. نحن لا نطلب منكم أن تعطونا سلاحا يفوق سلاح الذي تقدمه الولايات المتحدة الأمريكية لإسرائيل، إنما نطلب منكم أن تعوضوا خسائرنا في الحرب فقط. بعدها قدم الرئيس بومدين شيك ب$200 مليون أمريكي وطلب إمداد سوريا ومصر بالسلاح فورا دون انتظار.
غادر الرئيس بومدين العاصمة السوفيتية موسكو عائدا للجزائر بعد أن اتفق مع الروس بإرسال طائرة مفككة يتم تركيبها في مصر وسوريا فور وصولها. لكن وهو في طريق العودة للجزائر اتصل الرائد قصد مرباح بالرئيس بومدين ليبلغه أن له معلومات مؤكدة تقول إن سلاح الجو الإسرائيلي على أهبة الاستعداد لضرب الطائرة الرئاسية وتفجيرها في السماء. الموساد الإسرائيلي كان يراقب كل كبيرة وصغيرة تخص الجزائر مباشرة بعد وصول فيلق من الجيش الجزائري لأرض المعركة. فبالنسبة لإسرائيل أصبحت الجزائر في حالة حرب معها بمجرد تحريك جيشها نحو مصر، وبالتالي من حقها القيام بأي عمل يضعف الموقف الجزائري ويردعها. وبما أن الموساد الإسرائيلي عبارة عن عصابة منظمة تلجأ لأي عمل خسيس ولا تتوانى في تنفيذ أي عملية دنيئة لضرب أعدائها، وضعت خطة بالتنسيق مع سلاح الجو الإسرائيلي تهدف لضرب طائرة الرئيس بومدين وتفجيرها في السماء، لأنه أصبح خطراً حقيقياً يهدد أمن إسرائيل. كان الأمن العسكري الجزائري حينها أحد أقوى الأجهزة الأمنية إقليمياً وعالمياً، وبفضل شبكة المخبرين الواسعة التي كان يعتمد عليها الرائد قصد مرباح لتقصي الأخبار والمعلومات علم بالخطة الإسرائيلية، فأرسل برقية للرئيس بومدين وهو لا يزال يحلق في السماء ليبلغه بما يحاك ضده. ووضعت المخابرات الجزائرية خطة مضادة لإفشال الخطة الإسرائيلية، بحيث طلب من طائرة الرئيس أن تنزل في بلغراد وألا تدخل البحر الأبيض المتوسط، لأنه المكان المحدد لإسقاط الطائرة الرئاسية. نزل الرئيس بومدين في العاصمة اليوغسلافية بلغراد، حيث كان في استقباله الرئيس تيتو. وأعلنت الحكومة اليوغسلافية في بيان رسمي أن الرئيس الجزائري هواري بومدين قد حل ضيفاً في زيارة رسمية ستدوم 3 أيام. في نفس الليلة استقل الرئيس هواري بومدين طائرة يوغسلافية ليغادر على متنها العاصمة بلغراد متجها نحو الجزائر، أين وصل في أمان الله وعافيته. بعد وصول الزعيم هواري بومدين لأرض الوطن، أذاعت أجهزة الإعلام الرسمية خبر عودة الأخ الرئيس هواري بومدين لأرض الوطن بعد أدائه لجولة قادته لعدة دول في إطار مساعي الجزائر لدعم مصر وسوريا ضد الكيان الصهيوني. إثر هذه العملية صنفت الموساد الإسرائيلية الجزائر ضمن القائمة السوداء للدول المعادية لها، وسيكون للجزائر دورا محوريا في حرب أكتوبر 1973 الذي حقق فيه الجيش المصري انتصارا تاريخيا على نظيره الصهيوني، ليتم وضع اسم الزعيم هواري بومدين ضمن قائمة الزعماء التي سيسعى الموساد الصهيوني لتصفيتهم بأي طريقة كانت.